ازيكم يا حلوين ومع الحمام متغديين؟ انت وهي هتعملي اكل ايه النهارده؟ حيرة كل يوم نقول هنعمل اكل ايه النهارده. طب تعالوا اقول لكم وصفه كده تعملوها لبكره. هنعمل النهارده حمام محشي بالرز، عشان انا بصراحه ما بحبش الفريك، فتعالوا نعمله النهارده بالرز. هنعمل بقى الحمام المحشي اللي قدامكم ده. طبعا هنغسله وننضفه ونحطه في محلول نقع كويس كده ويكون كويس. وبعدين يعني انا عامله لكم المحلول النقع ده كتير قوي، فعشان كده انا ما ظهرتوش معاكم في الفيديو ده. يعني اللي عايزه تشوف محلول النقع، هحط لها لينك الفيديو بتاع محلول نقع الزفر عامه في صندوق الوصف عشان ترجعوا له يعني. تمام كده. انا بقول لكم دلوقتي ان كل حماميه بتاخد كبشه رز بايديكم. تمام كده. كبشة رز واحدة، الحمامية مقدارها كبشة رز. تمام. ودي بهاراتي البسيطة جدا: ملح، فلفل أسمر، كمون، جوز الطيب، كاري. تمام كده. بهاراتك العادية جدا، وما بحبش يعني أقلب في البهارات كتير والكلام ده. ما بحبش البهارات الكتير عامة، يعني بتغير طعم الحاجة، وأنا بحب الحاجة أصلها، يعني طعم الحاجة الأصل. جيت عند البوتاجاز بقى وجبت قطعة زبدة كبيرة حلوة محترمة وحبة زيت. تمام كده. وجبت عندي الأول جبت القوانص. زي ما انتوا شايفين ما خلطتش الكبد والقوانص مع بعض، لا، عشان الكبد بتستوي بسرعة، انما القوانص تاخد سوا شوية. لو حطيتي ده مع ده هتلاقي ان الكبد استوت والقوانص ما استوتش. طب اعمل ايه؟ لا، انا هسوي القوانص الاول. تمام. هديها قيمة 30 ثانية كده تخش في السوا، بحيث لما احط الكبدة تبقى يبقى دي خدت نفس سوا دي. تمام كده. حسيت خلاص ان القوانص خدت سوا او دخلت في السوا شوية، ضفت الكبدة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وفضلت اقلبها بقى لغاية ما احس انها كده تمام قوي. ورحت حاطة بقى دي كده بصلة. انا يعني عاملاها يعني عاملاها صغير قوي. تمام كده. رحت حطها عليها بقى، وهفضل اقلب زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اقلب، وبعد كده هحط بهاراتي تمن: الملح والكاري والفلفل الاسمر، وبهارات مش البهارات اللي عندك. مش يعني انا ما بحبش اكتفك ببهارات معينه. البهارات اللي انت بتحبيها، فلفل اسمر، البهارات اللي عندك او انت بتحبيها. تمام كده. وقلبي بقى، وبهاراتك وروايحك وتكاتك وحركاتك. عايزه اقول لكم كانت في حته تانية خالص وليها ريحه جباره. جبت الرز بقى اللي انا وريته لكم قبل كده، غسلته طبعا، ورحت ضفته عليه وقلب قلب قلب كل كلامك الحلو الجميل قوي ده بقى. قلبيه تقليبه حلوه كده بقى. وهنعمل انا كده قلبته. تشوفي بصوا بقى اللون الكاري. في مش عايزه تحطي كاري ما تحطيش، يعني في ناس ما بتحطش. وجبت ميه من الكاتل، ميه مغليه زي ما انتوا شايفين كده، وضفتها. انا بحب اسويه شويه. يعني في ناس تقول لك لا، محشي اللي انا بعمله ده عشان يفضل مفلفل، لا بحط ميه بسيطه ما بتغطيهوش، وانا برضو ما غطيتهوش قوي يعني. بس انا بحبه مستوي سيكه شويه عن كده. تمام. المهم غطيت يا دوبك، غطيته يعني بسيط قوي، يعني ما غطيتوش قوي مش زي الرز العادي، لا، غطيت بسيط قوي كده. وبعد كده يا دوبك اتشرب ميته، بس يا دوبك اتشربت. هسيبه بقى يبرد. اوعي تحشي اي حاجه، ان كان فراخ ان كان حمام ان كان اي حاجه وهو سخن. لازم يبرد معاكي، عشان لو حشيتيه وهو سخن كده هيأكسد منك، ويبقى هيحولها لك لماده سامه من الاخر. تمام. انا وريتكم دلوقتي ان هو خلاص تمام كده برد. يلا بقى تعالوا نحشي. طبعا يوني سيبني، ما كانش سايبني خالص، فانا مش عارفه احشي وانا واقفه، كان عمال يعيط، فاضطريت ان انا احشي وانا قاعده. فبرضه مش عارفه يعني انتوا حتى ملاحظين هنا في الفيديو ان انا بحشي ببطء، لان هو قاعد على كتفي وبرضه مش سايبني. طب اعمل ايه؟ فمكنتش عارفه خالص. فانا بوريكم على قد ما اقدر ان انا اوريكم بتحشيها ازاي. تمام. انت بتحشي الاول من الزور، انت الاول بتنفدي الزور على البطن كده، بحيث اللي انت بتحشيه من الزور ينزل على البطن بسهوله يعني. تمام. بتخلي فراغات ما بين الزور وما بين البطن، تخليها مفرغه، يعني تحط صباعك من فوق يعني ايدك تيجي على البطن كده. تمام. وما تكبسيش. ليه ما تكبسيش؟ لان الرزايه ما استوتش على الاخر، فلما تيجي تحطيها هتزيد تاني. فلو زادت اكتر من كده وانت كبساها، كبسه الرز بقى، حاطه يعني كبسه الرز يعني حاطه رز كتير،
تمام، عشان البنات الحلوين اللي لسه صغننين مش عارفه يعني ايه كبسه ومش كبسه. يعني انت حاطه رز كتير فهتزيد فهتفرقع منك الحماميه. طب اعمل ايه؟ لا انا ههوي الحماميه كده بحيث ان الرز لما تزيد معاكي تاخد مساحه وتاخد وتدي كده وتخلي الحماميه منفوشه بشكل حلو زي ما انا هوريكم دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده يونس برضو يعني فرحان ان هو ظاهر معايا في الكاميرا. ما كنتش عامله حسابي خالص ان هو طالع معايا، ولا كان لابس ولا كان اي حاجه. محدش عيب علينا بقى يا جماعه، انا ما كنتش عامله حسابي ان هو طالع معايا اصلا. بس انتوا مش غرب بقى وهو طلع معايا كده ايه. يلا بقى الحمد لله على كده. المهم انا دلوقتي بحاول ان انا ايه اعمل احشي الحمام على الاخر زي ما انتوا شايفين كده. هو يونس يعني بيحاول يتسلقني ومش عارف ايه. يعني عايز يفشل لي المهمه اللي انا بعملها باي طريقه، عايزني اقعد بيه وخلاص. انا كده ايه، انا بحاول ان انا ايه اعمل الحمام. وملك من ورا الكاميرا عماله تضحك في يونس وتعمل له تقلد له حركات كده يعملها. هو فرحان ان هو طالع يعني معانا، مبسوط عشان كان اول مره يظهر معانا. المهم هي اصلا يعني مركزه معاه. يعني انا كان نفسي انها تركز في الحشو في الحشو بتاع الحمام، بس هي مركزه معاه. المهم الحمد لله ادي احنا خلصنا اهو. جبت حله بقى ورحت حطيت فيها ميه مغليه وحطيت طماطمايه وبصلايه وجزرايه وورق لورا وملح استنيت بقى لما الميه غليت زي ما انتم شايفين كده. وحطيت سقطت الحمام بتاعي بقى، بس مش هسقطه على ظهره كده، لازم عشان ما يفرقعش مني لازم احطه على بطنه. على بطنه عشان ما يفرقعش يا بنات يا حلوين. تمام كده. حطيته كده على بطنه زي ما انتم شايفين. وهسيبه بقى يتسلق. تمام كده. زي ما انت بتسلقي يعني لو بتسلقي الفراخ اللحمه اي حاجه انت بتحطي طماطمايه بصلايه جزرايه زيها بالظبط. انت مش هنفتكس يعني. حاجات بسيطه جدا يعني. تمام كده. وبعد كده بقى هسيبه قيمه قد ايه 45 دقيقه بالظبط. وهتاكلي احلى حمام. هتطلعي بقى الحماميه. وبعد كده جبت بقى مقلايه زي ما انتم شايفين كده. وحطيت قطعه سمنه بلدي وحبه زيت. السمنه البلدي انت ممكن تدهنيها زي السمنه البلدي بتدي طعم ولون. يعني هتديله طعم حلو جدا وانت بتقليه، وهتديله لون جميل جدا برضو يفتح النفس. تمام كده. وحطيت زي ما انتم شايفين كده. وكنت عامله في اليوم دون محشي برضو محشي كرنب. عايزه اقول لكم ان رز الخلطه سيبنا المحشي الكرنب وكلنا رز الخلطه من حلاوته وطعمته. اتبعي خطواتي خطوه بخطوه واعملي لولادك احلى حمام. وبألف هنا وشفا. ولو كنت وصلتي معايا لغاية هنا اعملي لايك للفيديو وشير الفيديو لأكبر عدد ممكن عشان يوصلك كل جديد من مطبخي يا حبايبي.